يا معلم عايزين فحم عشان المشويات. اخفى من وش السعادة يا مرسي، عشان انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. هو انا كنت كلمتك يا معلم؟ نهار ابوك ازرق، هو انت كمان عايز تكلمني؟ جرى يا معلم، هو عفاريت الصيام شغاله ولا ايه؟ طب مخصوم منك سنتين. نهار ازرق، كل ده عشان بقول لك عايزين فحم؟ الصاب الشاطر يعمل نفسه فحم ويدور المصلحة. انت كمان عايز نولع في نفسي؟ مش احسن ما اولع فيك انا؟ بتخصم مني سنتين يا معلم، ده انا كنت اقول لك زود المرتب شويه. تصدق انت عيل طماع وعينك فارغة. طماع عشان بقول لك زودني؟ ما انت لو مش طماع مش هتقول كده بالفلوس اللي بتاخدها دي كلها. وانت مسمي ال 200 جنيه في الشهر دي فلوس يا معلم؟ وهم دول شوية؟ دول 200 بلبل بحالهم. بس ما تمدش في الكلمه قوي كده، مهما تمد فيه هم ال 200 جنيه. طب اسكت عشان بركتهم هتقل. بركة ايه اللي هتقل؟ هم ماسك فيهم داء السله اصلا. يا ابني ما تتبطرش عن نعمة احسن تزول من وش. نعمة ايه اللي بتتكلم عنها ده يا معلم؟ ده الفلوس بتاعتك دي بكمل عليهم واروح اتعالج من الشغل. طب يلا هوين. ده اخر كلام عندك؟ عيب عليك يا مرسي، ده انت حبيبي. يعني هتزودني يا معلم؟ امال بقول لك انت حبيبي يا مرسي، وبعدين احنا في رمضان يعني كله بركه وايام مفترجه. يا فرج الله، اخيرا يا معلم هتعملها. قلت لي بقى انت بتاخد كام يا مرسي؟ 200 جنيه وكيلو دهن. خلاص عشان انت حبيبي، مرتبك من النهارده 200 جنيه وربع كيلو دهن وحته عظمه. يلا ان شاء الله مع حد حوش. الله، ده انت جيت تكحلها عمتها. استفدت ايه انا كده؟ زودتك حته عظمه عشان تروق على نفسك وتعمل شوربه وتدفي صدرك. زودتني حته عظمه وخصمت مكانها حته دهن، مش كده؟ يا ابني مش حقي وحقك، انت بتزعل من الحق ليه؟ مش كفايه اللي بعمله لك؟ وانت بتعمل لي ان شاء الله، ده انت مطلع عيني. يعني مش كفايه بخليك تشم ريحه الكباب وانت بتشويه؟ فرحان قوي وانت بتشممني كباب حمير. تصدق انا غلطان، انا مش عارف اعمل لك ايه اكتر من كده. كل شويه اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ما تبطل نخا بقى يا معلم. انت عايز ايه في يومك اللي مش فايت ده يا مرسي؟ عايزك تشيل الخصم وتزودني، عشان انا فاضل لي يومين وهشحت. يومين بحالهم كتير يا مرسي. يا مرار الطافع. يا ابني روح شوف شغلك، المغرب هيأذن. يعني اخر كلام مش هتزودني يا معلم؟ خلاص يا مرسي، ال 200 جنيه اللي بتاخدهم بقوا 150 وكيلو وربع دهن. كيلو وربع دهن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بتقول حاجه يا مرسي؟ لا، ده انا بقول هات فلوس اجيب لك عصير. هات من ال 200 جنيه اللي بتقبضهم. انت كمان ضرب عينيك فيهم، وانا اللي بقول بيطيروا ليه؟ عشان مش عاجبينك، بركتهم بتقل. احمد ربنا وابعد عن راسي بقى يا مرسي، خوتني. حاضر يا معلم، انا عارف هعمل ايه. هي اللحمه دي من عندك يا معلم الهباب انت؟ هباب على دماغك، ما تظبط نفسك يا جدع انت. انا بقى لازم اروح اعمل لك محضر يعلمك الادب. ما تنطق يا جدع انت، انا عملت لك ايه؟ بقى تبعت لي اللحمه وتكتب عليها احذر كباب حمير؟ حمير اللي بتتكلم عنها؟ اللحمه دي بلدي. لا وحياتك لحم حمير، ولازم اروح اعمل لك محضر. عملتها يا مرسي الكلب. انت هتجيب لي فلوسي دلوقتي احسن اروح فيك في داهيه. فلوس ايه اللي انت عايزها؟ هو الميت بيصحى تاني؟ يعني انا اتنصب عليا واشتريت لحم حمير؟ ومالها الحمير دي كلها فيتامين. وده يطلع فيتامين حموريه؟ وشك للحيط وقفاك ليا. وكمان بتهزر؟ يا عم روح بقى ما تفطرناش عليه. وانا بقول من يوم ما اكلت لحمه من عندك والعيال الغباء ماسك فيها ليه؟ العيال برضو اللي غبيه. تقصد ايه؟ انت كنت بتشتري الكيلو بكام؟ 75 جنيه. طب بذمتك في لحمه في الدنيا ب 75 جنيه؟ طب بس كده، انا هطلع على وزاره الصحه. استنى بس نتفاهم. بتزعق ليه يا معلم؟ انت لسه هنا؟ طب تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام يا عظمة، انت وشك مخطوف كده ليه؟ وانا ايه اللي هيخطف وشي ان شاء الله؟ مش عارفة، بس حاسة انك خايف من حاجة. وهو جوزك بيخاف يا عفاف؟ ده لا عاش ولا كان ولا فتح دكان اللي خاف منه. خبيني بسرعة يا عفاف. جرى ايه يا عظمة؟ ده عربية اسعاف، انت هربان من الحجر الصحي ولا ايه؟ اسعاف؟ انت متأكدة يا عفاف؟ وحياتك متأكدة. هو في ايه بالظبط يا عظمة؟ هيكون فيه يعني، ما انا كويس اهو. امال خفت من صوت الاسعاف ليه؟ لا اصل مصدع شوية. وهو اللي مصدع بيقول خبيني؟ اقصد خبيني من الصوت عشان بصدع بزيادة. انا هعمل نفسي مصدقاه مع اني متأكدة انك خايف من حاجة. ومن امتى جوزك كان بيخاف من حد يا عفاف؟ مش عارفة، بس انت فيك حاجة غريبة. يا بنت انا لا غريب ولا خايف ولا اتخلق اللي خاف منه يا عفاف. وحياة ابوك خبيني يا عفاف بسرعة. هخبيك من المطاف يا عظمة.
هو انت حرقت حاجة؟ انت متأكدة انها مطافي يا عفاف؟ اه والله يا عظمة. بس لو تقولي خايف من ايه؟ برضه هتقول لي خايف؟ يا بنت جوزك ما بخافش من حاجة في الدنيا. امال كنت بتستخبى من مطافي ليه؟ ما قلتلك مصدع شوية والصوت بيزود الصداع. هعمل نفسي مصدقة يا عظمة اما اشوف اخرتها. والله ادعي لي يا عفاف اخرتها تكون حلوة. مش اما اعرف بدايتها عشان ادعي لك في اخرتها. كل خير ان شاء الله. يا عظمة ريحني، قول خايف من ايه؟ برضه هتقول لي خايف. الكلمة دي لو اتكررت تاني والله ما هفطر النهاردة. وحياة امك وابوك خبيني بسرعة، خبيني يا عفاف. اخبيك فين واخبيك ليه؟ مش مهم، خبيني وخلاص، انت كلك مخابئ. هو ايه اللي كل مخابئ؟ هو انا متجوزة رئيس عصابة؟ وهو ده وقت استظراف؟ بقولك خبيني. يا راجل فهمني، انت عايز تستخبى من ايه؟ وانت مش سامع الحكومة؟ ده المسلسل يا راجل. يعني الصوت اللي انا سامعه ده من التلفزيون؟ بقول لك المسلسل هيكون الصوت طالع منين يعني؟ من التلاجة؟ طيب ماشي. وبعدين تعالى هنا، انت خايف من الحكومة ليه؟ شوف برضه هتقول لي خايف. يا بنت انا خاف من ايه؟ خايف يا عظمة، وربنا خايف، وانا لازم اعرف دلوقتي انت خايف من ايه؟ هقولك وامري لله. اتكلم وانا كلي اذان صاغية. الحكاية وما فيه ان رئيس المباحث مصمم ان اروح افطر معاه، وانا مش عايز اروح وهو مصمم. مصمم ازاي يعني؟ مصمم جرافيك. وده يطلع ايه؟ ممكن يبعت رجالته ياخدوني في اي وقت على العزومة على ايد اعظم طباخين العصر الحديث الشيف عشماوي. وهو رئيس المباحث يعرفك منين؟ قال لي يعرفني منين؟ ده يعرفني ويعرفني قوي كمان. عرفك امتى يعني؟ ما انا لازم اعرف. الصراحة هو هيعرفني حلو قوي بعد ما يحللوا اللحمة. لحمة ايه اللي هيحللوها؟ قصدي اللحمة ام فيتامين اللي بشتغل فيه. ويحللوا لها ليه ان شاء الله؟ عندها انيميا؟ يا وليه بقولك بيحللوها مش بيحللوا لها. ايوه يعني بيحللوها ليه؟ عايزين يعرفوا سر الخلط. هو انت بقى عندك اسرار خلطة يا عظمتي؟ ايوه امال ايه، هو انا شويه. وتطلع ايه الخلطة دي يا عظمة؟ الخلطة اللي بعملها دي هي بتبقى من نوع لحمة معين ومحدش بياخد باله. طيب وانت اخدت بالك منها ازاي يا عظمتي؟ بيبان على الزباين يا ولي. بيبان ازاي بقى؟ الزبون اول مرة يجي يشتري بيبقى جاي مخسع كده. طيب وتاني مرة؟ لا مش تاني مرة، الفيتامين بيبان على المدى الطويل. ويا ترى بيعمل ايه الفيتامين ده يا عظمة؟ ده بيخلي الزبون بعد ما ياكلها يجر عربية كارو. يا سلام. ومش بس كده، تخيل الكيلو منها بكام؟ اكيد ب500. ابدا، الكيلو من اللحمة دي بيقف ب75 جنيه. يا ساتر، دي اكيد مجمدة يا عظمة. ولا مجمدة ولا حاجة، دي صابحة ومية مية. امال رخيصة كده ليه؟ عشان بتيجي رخيصة ببيعها رخيصة. وعلى كده حلوة اللحمة دي؟ إلا حلو، بقولك كلها فيتامين، وحياتك لو شفتيها هتحبيها من أول نظرة وهتبقى نفسك تاكليها. ربنا يخليك للغلبة يا عظمة. طب أنا هروح أنام شوية ويبقى صحينا على الفطار. نوم الهنا يا عظمتي. هي اللحمة دي شكلها عامل كده ليه يا عفاف؟ مش عارفة يا عظمة شكلها عامل كده ليه، أنا أول مرة أشوف لحمة كده. أنا كمان أول مرة أشوفها كده. شكلها كده بس طعمها يجنن. دوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. A few moments later. يا سلام، أما أكلة جت في وقتها بصحيح. مطرح ما يسري يمري يا عظمتي. تسلمي لي يا فوفة، ده من حلاوة اللحمة فضلت أكل لما الأكل طلع من وداني. بالهنا والشفا يا عظمة. أمال أنت جايبة اللحمة الحلوة دي منين يا عفاف؟ ابقي هاتي منها كل يوم. وحياتك ما جبت حاجة يا عظمة. يبقى أكيد حمادة اللي جابها. وحياتك ولا حمادة. أمال مين اللي جابها؟ مش أنت بعتها مع مرسي وقلت لازم تتعمل من غير ما أقولك علشان بركتها ما تقلش؟ بركتها؟ عملتها يا مرسي الكلب. عمل إيه يا عظمة؟ بطني الحقوني.